عليكم. ان شاء الله كما تكونوا بخير اعزائي المشاهدين، اعزائي المشتركين معايا. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو الجديد بصحه والف عافيه. اللي تدخل القناه اول مره نقولها مرحبا بك في مطبخ ام رميسه. اليوم نقدم لكم كيكه بالشوكولاته وبحشوه فريمون جد رائعه بالمكسرات والكراميل. واش عندي كامل؟ عندي 4 حبات بيض على درجة الغرفة. واش درت؟ زوج حبات درتهم كومبلي ومع زوج صفر وزوج بياض خليتهم وحدهم، ومع قريصة ملح. درت قريصة ملح وزيت كاس تاع السكر، حوالي 200 غرام تاع السكر عادي. دوكا نخلطو مليح. ضربت البيض مع السكر كما تشوفوا، ولا خليط كريمو، وزدت له فانيليا. واش ندير دوكا نحط له ثاني 30 غرام تاع الزبده نذوبها ونحطها، ونحط له 30 غرام تاع الزبده ولا حتى 40 غرام اللي ذوبتها عفوا. نخلطو. دوكا واش حطيت؟ عندي 5 مغارف تاع فارينة، حوالي كاس تاع فارينة مع 2 مغارف تاع كاكاو. نتيا ديري النوعيه الجيده. انا حطيت الكاكاو اللي نوعيه جيده. خلط كلش. ونزيد له كيس من الخميره تاع ندير نواره، انتي ديري اللي تحبيها. خلطت هذاك الكيس تاع الخميره الكيميائيه، نخلط كامل النواشف. صدقوني هذا الكيكه تجي فريمون هايله، يصفى نجيبو لكم ما نقولكمش، جربوها. دوكا نحط الفارينه بشويه. دوكا نحط الفارينه نديرها على مرتين. تخلطي. نكمل اللي بقات، يعني استعملتها على مرتين. طلعي من فوق. بعد ما كملت كامل هذيك لا كونتيتي تاع الفارينه، كميه تاع الفارينه، دوكا واش ندير؟ دوكا نبدا نحط هذاك البياض، هذاك الزوج البياض البيض اللي خليتهم هكذا، دخليهم له كامل. طلعتهم اوناش. دوكا راني نحطهم، راني نخلط البياض، راني ندخلو كامل تشوفوا. بعد ما دخلت كامل هذاك البياض البيض، نشوفوا عندي هذا المول دهنته بشويه زبده وشويه فارينه نفرخها. انا كنت شعلت الفرن على درجه الحراره 160 متسد، يعني بمده من 15 حتى ل 20 مينوت حتى 20 دقيقه كما العاده. كما نقول لكم سا ديبون الفور ديالكم. انا شرط كما قلت لكم الفرن مسبقا. انا دوكا نحطها طيب ونكملوا الوصفه. عندي كاس تاع مكسرات مخلط بين اللوز والجوز، ودرت له ثاني 2 مغارف تاع لافايتين، درت له هذيك القرمشه. دوك تشوفوا واش ندير، ونحط لها 2 مغارف تاع الشيكولا تاع نوتيلا تاع الطلاء. ندخلها كامل فيه. هذه الكيكه تاع الشوكولا تجي فريمون بنينه بهذه المكسرات. كما قلت لكم حطيت كاس مخلط بين الجوز واللوز، وحطيت 2 مغارف كبار تاع لافايتين تعطينو القرمشه، و2 مغارف كبار تاع الشوكولا تاع الطلاء.
وتاني نحط لها تاني الكراميل وبيغ سالي. راني خدمتها في الدار، تقدري تشريها وتقدري تخدميها في الدار. وكاش نديرلكم فيديو مفصل على هذه الكراميل بيغ سالي. راكم تشوفوا لا كراميل صوص بيغ سالي. شوفي كيفاش خدمتها، شوفي كيفاش جات، شوفي القوام ديالها. بعد نعطيها لكم كما قلت لكم نديرها في فيديو خاص. شوفوا يعني جات ثقيله، جاتني بالكولور وشاده روحها. تقدري ميم يعني خاصة نستعملوها في لي تارتولات تاع سنيكرز، ونستعملوها في لي سابلي. يعني خدمتيها من برا غالية، خدميها في دارك بمكونات جد بسيطة. تقدري ديريها بلا كريم فريش، كريمة سائلة أو بالحليب، انتي والمقدور ديالك. فوالا كي طابت نشوفوا كيفاش جات اسفنجيه خفيفه. دوك نحيها كما تشوفوا، نحيها ونحط كراميل هكذا في الوسط. دوك هذاك الخليط اللي درتو تاع المكسرات نحطوه عشوائيا هكذا. سورتو هاد المكسرات تعطيلو مع لافايتين، تعطيلو مليح النكو. وزيد ذوبت زوج تاع لي طابلات تاع شوكولا تاع لومباسادور تاع الحليب، ذوبتهم. نزيد نغلفها بالشيكولا، راني نحط عشوائيا. ذوبت الشيكولا كما تشوفوا، دو طابلات تاع الشيكولا تاع لومباسادور ونغلفها بليها. لازم تغلفيها كامل. فوالا بعد ما كملنا الوصفة كما تشوفوا كيفاش جات. حطيت لها كما تشوفوا المكسرات كروكون، وبعد حطيت لها سكر كلاص. يعني تقدري ديري واش حبيتي الفاكهه منها كيما حبيتي نتيا. تحبي تخليها هكذا بالشيكونه بالمكسرات، فريمون الكو ديالها رائع. راكم تشوفوا يعني سي فاسيل دو لا بريباري، سهله. دوك نقطع لكم تشوفوا، نقطع لكم تشوفوا كيفاش جات من داخل. ما خليت لهاش يعني هذيك الشوكولا بزاف تنشف مليح، مي معليش حبيت نوريكم لكم. نشوفوا كيفاش جات من داخل. نشوفوا غقات، راكم تشوفوا الطبقه تاع الكراميل كيفاش يبان والمكسرات. نقرب لكم الكاميرا. وستان بسكوي مول، يعني من داخل تكون طريه. بقى لي غير نقول لكم السلام. إلا عجبتكم الوصفة اشتركوا في القناة باللايك وتعليقاتكم ليصلكم الجديد إن شاء الله. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام. باي.